لحظة دخول ووصول النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو. رحبوا معي به ترحيب حار يليق به وبرئيس مجلس إدارة. انتقل إليك أستاذ مسلي. بداية نبارك لك ولفريق النصر وجماهير النصر والكرة السعودية هذه الصفقة التاريخية، وعدتم فأوفيتم. اليوم النجم العالمي كريستيانو رونالدو هو لاعب فريق النصر السعودي. شعورك كسعودي ونصراوي قبل أن تكون رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي؟ طبعا الكابتن كريستيانو رونالدو تكلم بكلام عظيم وجميل جدا. من الصعب الواحد يتكلم ويبدع ويقول كلام أفضل من الكلام اللي قاله أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. اللاعب كريستيانو رونالدو بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. طبعا وجود الكابتن كريستيانو في الدوري السعودي هذا إضافة لنا في نادي النصر، إضافة للدوري بشكل كامل للرياضة السعودية. هذا يعني نتيجة العمل الجاد والخطط اللي يعني تمت من سنوات في تطوير الرياضة السعودية. وجود لاعب بهذا الحجم هذا يدل أن هناك يعني رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية من مرحلة إلى مراحل أفضل. هذه الصفقة أنا ما أعتبرها صفقة لاعب أتى لكي يفوز في مباراة أو في بطولة، هي صفقة أبعد من ذلك، هي نقل تجربة، نقل إبداع، إلهام. نعرف أن كريستيانو لاعب مبدع وملهم للكثير من الشباب والنشء، وإن شاء الله يعني طبعا بيكون يعني هو قدوة للنشء في الأكاديميات في الأندية. الاتفاقية مع كريستيانو لا تقتصر فقط على كرة القدم، هو داعم لأكاديميات نادي النصر ومشروع الأكاديميات اللي نخطط لإنشائه، أيضا للتعريف بتاريخ نادي النصر، دعم القاعدة الجماهيرية. وبإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة سيعلن عن برامج مرتبطة بهذه الصفقة للجماهير والجماهير الرياضية سواء في المملكة أو خارج المملكة. مثل ما ذكرت هي صفقة أبعادها لا حدود لها ومكاسبها أيضا لا حصر لها. طيب أستاذ مسلي، سمعنا وقرأنا في الصحف ووسائل الإعلام العالمية والمحلية أخبار وأرقام ونسب وتحليلات وتكهنات وإلى آخره. حان الوقت أن نسمع منك تفاصيل أكثر عن هذه الصفقة التاريخية. الآن ما أقدر أتكلم شيء سلبي أمام الإعلام كله موجود. عشان كذا إحنا نحتاجك تقول لهم لكن الواقع يعني ظهرت أخبار كثير، وأنا أحترم اجتهادات وسائل الإعلام، يعني هم يجتهدون ويحاولون يبحثون عن المعلومة وهذا حق مشروع لهم، لكن ظهرت أخبار يعني كثير غير دقيقة، وإحنا متعودين على الأمر هذا في وسط رياضي أو مع نادي كبير زي نادي النصر أو نجم عالمي مثل كريستيانو. طبعا كان في ناس يتكلموا عن مسألة التمويل. أنا أقول وجود النجم بجماهيرية كريستيانو ونادي بحجم شعبية نادي النصر ومنافسة مثل الدوري السعودي كفيلة استقطاب أي رعاة أو رعاة كبار، وهذا بالفعل يعني عندنا رعاة سيعلن عنهم خلال الفترة القادمة الأيام القادمة، هم رعاة يعني تجاريين للصفقة، وأيضا سيكون هناك رعاة للنادي. والعوائد من هذا التعاقد هو من ناحية تجارية هو مفيد جدا لنادي النصر وللدوري السعودي، وإن شاء الله الأيام القادمة ستظهر تفاصيل وتنفي كثير من الاجتهادات. طبعا إذا تكلم عن أرقام الصفقة بالنسبة للنجم مثل كريستيانو مثل ما سبق وقلت هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. طبيعي يكون هو اللاعب الأعلى يعني راتب في العالم، وهذا أمر يستحقه، يعني ما أعطيناه المبالغ اللي يستحقها. لكن أنا أبغى أوضح جانب آخر من المفاوضات يعكس احترافية كريستيانو. أثناء المفاوضات كان من ضمن يعني النقاش اللي أو الرغبة اللي أبداها
أن باقي الأمور يكون يعامل نفس المعاملة مع بقية زملائه من ناحية المكافآت، من ناحية أنظمة النادي، يكون مثله مثل أي لاعب. وهذا أمر لا يستغرب منه لأنه لاعب كبير، لاعب محترف، وهو قدوة لكثير من النشء واللاعبين في العالم. واللي يعني الأندية اللي تعاملت مع كريستيانو ما تستغرب. President, now it's your time now. Yes. في مترجم. محمود اليوم معاكم النجم اللي هو اكيد انه يعني الكل مثلا يتمنى انه يلعب في فريق النصر وفي فريق يلعب فيه كريستيانو. قبل كذا انتم نجوم النصر، وكريستيانو اضافه لكم كبيره جدا واضافه للدوري السعودي. ما تتخيلون الى اي درجه كانت المفاوضات معه سهله، كان بسيط، كانت اسئلته بس عن الامور الرياضيه اكثر من اي شيء اخر. يسال عن زملائه، من طلباته انه يكون زي باقي اللاعبين، سواء بمكافاه في تعامل في اي شيء. وبتتعرفون عليه اكثر. انا تعرفت عليه من خلال فتره يعني خلينا نقول من شهر او اكثر. تتعرفون عليه اكثر وتحبونه ان شاء الله اكثر ما تحبونه باذن الله تعالى. Ali, translate please for us. Yes, please translate. Ali, go translate. Was not here. I didn't listen. Ali, translate just a little. Make it in English. So make it in English now. Okay. Oh, Shabab, President will do in English now. Okay. I spoke to all the players. طبعا انا تكلمت مع جميع اللاعبين. That the negotiation with this was very simple. We didn't ask any conditions. Just was focusing on the sport part, training, facilities, players, all the sport. Coach, maybe no, not coach. Oh. He never asked about the coach. He knows the coach. Okay. So also he was very keen to have the treatment like all the الكل واحد كيبغي الجودة وما كيفرطش في الخدمة. الكل واحد كيقدر الالتفات. players, rules, training, and he is always asking about winning. He wants us to be a winner team. He wants winner teammates, and that's what we felt from his discussion in the previous weeks. Thank you, President. كلفوني بالمهمه دي. رحب بالكابتن، والله يحييك بين اخوانك. تعال. قول الله يحييك بين اخوانك، وان شاء الله انه يساعدنا ونساعده. الشيء هذا يعني بالعكس كنا سعيدين انه هو جاء بيضيف لنا شيء كبير. والله يوفقه ان شاء الله معنا، وزي ما قال ابو عبد الله يعني اضاف لنا واضاف للدوري السعودي. Conseguimos este ano muita coisas com você e você vai deixar-nos muito feliz e país. Obrigado. Thank you.
you like to say anything? No, I just want to say that حابب بس أقول for me, I feel very happy to be here. أنا سعيد جدا بوجودي هنا. For me, it's a big challenge for me to change بالنسبة لي هذا Europe تحدي كبير from Asia, but وتغير من I'm here أوروبا to win. لآسيا. I know the group, it's fantastic. أنا عارف المجموعة جيدة ممتازة. I saw a few games. شفت بعض المباريات. I see the connection between all the players, شفت التواصل بين اللاعبين. which is I like it a lot. وأنا حبيته كثير. I'm here to help the team أنا to هنا win stuff, عشان أساعد الفريق to وأساعد enjoy, واستمتع and give my best like always. And thank وأعطي you. أفضل ما عندي زي العادة. I promise that I'm going to be quick there at presentation for the training. بوعدكم راح أكون سريع هناك عشان ما نتأخر على التمرين. Okay. يلا شباب نروح الغرفه شباب. Hello, Ronaldo. Hello. Welcome to your new home. And how does it feel to finally be here? Well, for me, it's a pleasure to be here. It's an honor. I feel yesterday the welcome that they give to me, to my family. And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رايك بالاصفر علي يا تركي؟ ليك به؟ جميل. وش رايكم بالاصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. عندنا سؤال ثاني كمان، اسمحوا لنا. يلا نسمع سؤال ثاني كمان لكريستيانو رونالدو مع فاطمه. يلا فاطمه. Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football man, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People they don't know that, but the league is very competitive, and I want to make people happy. This is my goal. Amazing.